المغاربه ما عارفين شنو كياكلوا. شوف معايا الفيديو. بطبيعة الحال أننا وصلنا حاليا لواحد المستوى ديال أننا بعض المواد اللي كترفضها دول أخرين كتنتج عندنا في المغرب كتخرج للمارشي ديالنا المغربي بدون رقيب ولا حسيب. بحالاش؟ بحال نهضروا على جبدنا مثلا لافوكا، نجبدوا العنب اللي هما بجوجهم كيهلكوا الفرشه المائيه ياك. هذا العام ما لاحظتيش بانه العنب وصل حتى ل 3 دراهم، والعنب احسن لي فاريتي هذا العام اللي فات. علاش؟ لانهم لقاو فيهم دي بيستيسيد اللي هما ما كيقبلوهمش الدول الاوروبيه، وكيتباع عندنا في السوق، كيتباع عندنا في السوق، والمغاربه تياكلوه. لا ناكلوه، انا براسي كناكلو. خطير هذا الامر بطبيعه الحال. من ملي كتلقى واحد النوع، بعض المنتوجات شي مرات كتلقى لي فرويروج، كتلقى الباركات ب2 دراهم، هذيك الباركات ديال 250 غرام ولا 200 غرام كتلقاها شي مرات غير في المارشي ولا في السوق كتلقاها ب2 دراهم. علاش؟ واش الفرويروج زعما ما غاديش داكشي كان موجه للتصدير ولا ماشي حتى الفريز يعني دولوكس فرامبواز الميرتي والاخر، هذاك الشيء موجه للتصدير. ملي كيمشيو كيديروا له التحاليل كيرجعوه ولا ما كيمشيش، لان كيديروا له التحليل كيلقاو بانه فيه بورسونتاج ديال البيستيسيد طالعين. خليت ما عندك شنو كيدير مول الفرما كيخرجوا للمارشي. هاد المواد المسممه منين كتجي؟ من الادويه؟ سورتو من البيستيسيد، من الادويه، من المبيدات اللي كدير. المبيدات. وهي اصلا لي فرويروج بلا مبيدات ما غاديش تقدر باش انها تنجح، خاصه في المغرب. داكور. وبالتالي هذا الامر هذا ديال الملائمه مع الصحه بطبيعه الحال غير محترم بشكل كبير جدا. دابا التقييم ديال المغرب بنظر للسياده الغذائيه ديالو، الخلاصه للاسف فقد السياده الغذائيه، بعيد كل البعد. ما غاديش نقدروا نهضروا، انا كما قلت لك ما نقدروش نهضروا حتى على الامن الغذائي، فما بالك عاد بالسياده الغذائيه. شنو هي اهم التحديات اللي كيواجهها المغرب باش يخلق السياده الغذائيه ديالو؟ التحدي الاول هو الارتهان الخارج. الحقيقه ديال الامر اننا كنعيشوا واحد الاستعمار غذائي ناعم. استعمار غذائي ناعم يعيشه المغرب حاليا، وما يقدرش باش انه يخرج منه بسهوله بسبب ديك الارتهان دوك المؤسسات الدوليه. هذا يعني التحدي الاكبر الاول اللي خص باش يتخدم عليه. التحدي الثاني هو بطبيعه الحال الفساد المؤسساتي. غادي نجيو لمخطط المغرب الاخضر والجيل الاخضر وغادي سمعتي شنو قال؟ راه خصك ترد البال، على الاقل راك تاكل ماكله مسمومه او غير صحيه.